أشهد علينا العالم العربي وبالذات المسلمين كافة في بلاد آسيا وأفريقيا وأوروبا بأكملها يا جماعة. هذول أخواننا المسلمين اللي سموا نفسهم مسلمين جزائريون يقولوا نحن أرض المليون شهيد نحرر بلادنا، لكن هذا حرام. الله حرم دم المسلم للمسلم يا جماعة. سبحان الله. نحن كلنا هذول الناس هذول كلهم سودانيين 100%، ما في حد تاني. تشهد العرب المسلم بأكملكم وبالذات السعودية، اليمن، العراق، فلسطين بأكملكم، حتى تركيا. هذا أخونا بالله يا جماعة. هذا سبحان الله يضب. هذا مسلم يقتل مسلم هيك. سبحان الله يا جماعة. هذا عيب يا جماعة، هذا عار عند المسلمين. الله قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الفضل لعربي على عجمين ولا على عجمين على عربين إلا بالتقوى. هذا حرام يا جماعة. فكيف ناس يقولوا إسلام يقتلوا إسلام؟ هذا حرام يا جماعة. هذا يا جماعة مسلمين مهاجرين في الله، يبوا لقمة بس، يبوا يأكلوا، ما يبوا شيء تاني بس. لكن هذا حرام يا جماعة. في العالم العربي كافة ما في مسلم يقتل مسلم. هذا الله في كتابه حرم، قال حرام دم المسلم للمسلم. هذا شنو يا اخواننا يا جماعة؟ تشهد العالم المسلم والعربي عامة يا جماعة. وانا اخيكم عربي السوداني، ها علم السودان بالذات من سكان دارفور، من عائلة عوض الدين شهاد الرب. درست في جامعة افريقيا العالمية بخرطوم، وهاجرت الى المال يا جماعة. لكن هذا تو نرجع حاليا. هاي اكيد نرجع لبلادي. يعني ما عجبني هذا الفعل الاسلام. انت مسلم تقول نقتل مسلم، هذا حرام. واليوم شاهدت هذا المشهد. هذا حرام يا جماعة. اشهد لنا العالم العربي باكمله بس. والانسان اللي في الحديث يقول في كتاب كذا نزل لنا، قال لبلاد المسلمين فيها حد خلي يرد لي. تو من اليوم بعد اسبوع قدام بس انا ننشر على العالم العربي عامة في هذا اللي يسموه في الفيسبوك، كل شيء انا ننشر عشان شنو؟ تشهد عليه العالم المسلم باكمله. لكن الجزائريون حوصيكم وصية، خافوا الله، خافوا الله. ما نقلب منكم وشي عشان تشوفوا. ها هذه نظريتي، انا سوداني امامكم. هذول كلهم خوتكم. ها امس الساعة 12 جيتوا لقيتوا شاب صغير تحبوه حتى تقبلوه. هذا حبيبنا السوداني. انت ضيف الجنة، شنو تبي تدور شنو؟ لكن بقول له تقتلوه. تو الليل هو ده قتلته. عين عديل بعينك يا اخي الجزائر. ها شاهد كويس. والسلام عليكم، واللهم يهديكم من هذا الفعل الذي تفعلوه مع اخوانكم المسلمين عامة.